اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. عزة إسماعيل. في هذا البرنامج نحن لا ندين بل ننصف، ولا نحاكم بل نستخرج ما تأجل قوله. هذا اعتراف مؤجل. فهل يقبل الأستاذ الدكتور حسام أبو العطا، أستاذ جراحات التجميل والليزر بكلية الطب بجامعة عين شمس، أن يخوضه معنا؟ مفيش إدانة إن شاء الله، مفيش أي تخبية للمعلومات، وإن شاء الله يعني أنا من الناس بعتبر نفسي من الناس بسيط في إجاباتي وصريح في إجاباتي، يعني أنا لا أضمر أي شيء، يعني حضرتك ممكن تعتبريه ده تصالح مع النفس، ويعني ربنا يجزينا عليها خير إن شاء الله. جراحات التجميل من أكثر التخصصات ربحاً وانتشاراً. هل تعترف أن الطبيب في هذا المجال يختبر يومياً بين ضميره المهني وإغراء المكسب؟ جميل السؤال ده، لأن هو مهنة الطب عموماً والتجميل خاصة. الطب أنت لازم بتراعي فيه ضميرك. المريض بيلجأ لك في أضعف حالاته ومستني منك كلمة وهيسمع كلامك، فالموضوع لازم يكون فيه أمانة، وهذه الأمانة هي علاقتك بربنا. لو جينا للتجميل، لا، التجميل هنا احنا مش بنلعب على أمراض، احنا بنلعب على عواطف الناس وبنلعب على حالاتهم النفسية. فهي مهنة للأسف خطيرة جدا في ممارستها، عشان كده امتهنها ناس كتير ليسوا جراحين تجميل، أطباء مش تخصصهم، لأنها مربحة، وهي فعلا من المهن المربحة لأنها بتلعب على عواطف الناس، وأي حاجة بتلعب على العاطفة انت بتعرف تاخد من الشخص ده كل اللي انت عايزه، فلازم طبعا تتقي الله في القصة دي طبعا. دكتور حسام أبو العطا، بعيدا عن الجدل، هناك دائما سؤال يتكرر: هل التجميل ضرورة أم طرف؟ تصحيح عيب أم تغيير خلقة؟ عمر جراحة التجميل ما كانت طرف على مر العصور، يعني جراحة التجميل موجودة من أيام الفراعنة، سواء جراحات الترميم أو إعادة البناء أو جراحات الوجه والفكين وجراحات اليد والحروق، كل دي طبعا ما نقدرش نقول إنها طرف، يعني لا، دي جراحات أساسية ومكملة لجميع فروع الطب. لو جينا لجراحات الجمال اللي هي الناس في عليها لغط، هي حلال ولا حرام؟ انت بتغير خلقة ربنا، والعياذ بالله ان احنا نكون بنغير خلقة ربنا. اللي يعني مريضة ترهلت، حصل عندها ترهلات في الوجه وشدت لها الوش، ما انت رجعت الشيء لاصله، ما فيش اي تغيير في خلقة ربنا. انف فيها عظمة بارزة، فيها فتحات كبيرة، فيها عظم عريض، كل ده هي دي جراحات التجميل اللي الناس بس حصرتها في تكبير وتصغير ونفخ وشد وبتاع. الموضوع الألفاظ اللي بيطلقها العامة هي ألفاظ ليست طبية وبتستخدم للتحكم، ومن هنا جه الحكم الخاطئ عليها إن هي بتغير خلق ربنا والعياذ بالله. لا، إحنا حتى جراحات التجميل، جراحات الجمال، هي لإصلاح عيوب موجودة في الجسم الإنسان. الأستاذ الدكتور حسام أبو العطا، أستاذ جراحات التجميل والليزر، اتهمت ذات مرة بأنك محدث نعمة، فجاء اعترافك صريحا: بل أنا حديث العهد بالغنى. هل تعترف أن أصعب ما في الغنى ليس الوصول إليه، بل كيفية التعامل معه دون أن يغير ما في داخلك؟ حلوة فكرة التعامل مع الغنى دون أن يغير ما بداخلك. الموضوع ليه علاقة بالتربية بالأصل. أنا ما بحبش أسميها محدث نعمة. أنا راجل كنت من أسرة متوسطة زي ملايين المصريين، ما عنديش طريق غير العلم. هو أنا هعمل إيه؟ هشتغل إيه عشان أجيب فلوس؟ يعني هو الناس بتغتني إزاي؟ طيب خلاص، أنا حاطط طموح قدامي، أنا لازم أبقى ناجح وشاطر وامتهن الطب، والطب لما هتنجح فيه ربنا هيرزقك وهتكسب. هو ده الطريق الوحيد للمكسب، وهو ده الطريق الوحيد للثراء المسموح، وهو ده اللي أنا حاولت أسلط عليه الضوء للأجيال الصغيرة اللي فقدت البوصلة أو فقدت الهوية. ما هو الاعتراف المؤجل الذي لم يفصح عنه بعد الأستاذ الدكتور حسام أبو العطا كإنسان لا كجراح؟ يعني سؤال مفاجئ وسؤال صعب. يعني ايه اللي انا
ما اعترفتش بيه، ما فيش حاجه في دماغي بصراحه. عشان ايه؟ انا زي ما قلت لحضرتك يعني انا شخص بسيط جدا، زي ما بيقولوا اللي في قلبه على لسانه، ما اعرفش دي ميزه ولا عيب. كتاب مفتوح. الأستاذ الدكتور حسام أبو العطا، أستاذ جراحات التجميل والليزر بكلية الطب جامعة عين شمس، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه الاعترافات التي لم تكن طبية فقط بل إنسانية أيضا. يعني أنا اللي بشكر حضرتك على الأسئلة الجميلة دي، ودايما أنا في اللقاءات بستمتع جدا بالأسئلة الفلسفية العميقة اللي بعيدة عن مجال الطب، لكن أسئلة بتاعت حضرتك أسئلة فعلا بتمس الضمير وبتمس الأخلاق وبتمس الإنسانية، وبعتبر إن فيها نصايح أنا بوجهها لولادي وتلامذتي، وببقى مبسوط جدا ان هم يسمعوا حاجه زي كده، لان انا وانا صغير كنت ببقى مبسوط جدا باللقاءات اللي زي كده علشان اتعلم منها واستفيد. شكرا لحضرتك وشكرا للمستمعين، وكل سنه وانتم طيبين يا رب. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. اعتراف مؤجل. عزة إسماعيل.